أسود الأطلس، لقب التصق بالمنتخب المغربي لكرة القدم منذ تأسيسه عام 1955، ومعه تبلورت هوية محلية واضحة وطموح للظهور إقليمياً وقارياً. عام 1970 شارك المغرب للمرة الأولى في كأس العالم، لكنه احتاج 16 سنة فقط ليصنع أول اختراق عربي في تاريخ البطولة ببلوغ دور 16، حين تصدر مجموعته متفوقاً على منتخبات إنجلترا والبرتغال وبولندا في إنجاز اعتبرته الصحف الأوروبية نقطة التحول التي جعلت العالم ينظر بجدية للعرب كروياً. على المستوى القاري كان الإنجاز الأكبر في كأس إفريقيا عام 1976 في إثيوبيا بتحقيق اللقب الوحيد للمغرب حتى اليوم. عاد المنتخب المغربي إلى منصات التتويج عام 2012، لكن هذه المرة عربياً بفوزه بكأس العرب، ليصبح واحداً من 6 منتخبات فقط توجت باللقب. ومع الجيل الجديد تطورت كرة القدم المغربية باتجاه الاحتراف الخارجي، إذ يلعب أغلب لاعبي المنتخب في الدوريات الأوروبية، وهو ما عزز المدرسة التكتيكية المغربية التي توصف اليوم بأنها أكثر مدارس كرة القدم الإفريقية تنظيماً وانضباطاً. لكن الإنجاز الذي غير صورة المغرب عالمياً كان في كأس العالم 2022 في قطر، حين أصبح أول منتخب يمثل العرب وإفريقيا في تاريخ المونديال يصل إلى نصف النهائي بعد أن هزم منتخبات كبرى مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال. ومنذ ذلك الوقت بدأ الحديث عن جيل ذهبي جديد، جيل مغربي لا يكتفي بالمشاركة فحسب، بل يقارع أقوى منتخبات العالم ويهزمها. هذه العقلية ترافق أسود الأطلس اليوم مجدداً في كأس العرب في قطر، فهم يدخلون البطولة بتركيبة فنية تجمع بين جيل المونديال وجيل جديد صاعد، في برهان على أن التجربة المونديالية لم تكن مصادفة، بل مشروعاً كروياً متكاملاً.